مكان مع النسخة رقم 33 من مسابقة الأمم الإفريقية توتال انرجيز المقامة هنا في الكاميرون خلال الفترة من 9 يناير حتى 6 فبراير إن شاء الله موعد المباراة النهائية. لقاء ضمن مباريات المجموعة الرابعة في الجولة الثانية في ملعب رومدي أجيا بمدينة جاروة. يستضيف هذا الملعب مباراة هامة في إطار هذه المجموعة اللي منذ قليل تفوقت نيجيريا على السودان ب3-1 وبالتالي أصبحت في صدارة برصيد 6 نقاط. مصر صاحبة 25 مشاركة و7 ألقاب والتاريخ لا شيء من نقاط خسارة أمام المنتخب النيجيري في مباراة شهدت ردود أفعال كثيرة الحقيقة لدى الشارع المصري والجماهير المصرية، حالة من عدم الرضا والصدمة بعد الخسارة أمام المنتخب النيجيري. البحث عن اللقب الثامن في هذه البطولة الثامنة ممكن، ولكن لابد من الفوز النهارده في اللقاء أمام منتخب غينيا بيساو صاحب النقطة الوحيدة بعد استلام وصلاح 6 مباريات غياب عن التسجيل مع المنتخب. وكرة أولى أمامنا هنا واحدة قوية يا ولد كرة أولى محمد صلاح مبكر وفتح المجال لتحقيق فوز وانتصار مهم. ستيف إبراهيم أمبري اللي بدأ النهارده مباراة اليوم مكان الغائب في 57 لقاء. أمامنا عمر كمال الكرات العالية مكمل نيجيريا استلام على طول من جانب ستيف أمبري، ولكن المرة دي قابله على طول وفاول أمامنا والحكم باسيفيك اللي كان أدار في ذلك اللعب في 2019. انطلاقه امامنا محمد صلاح وسقوط صلاح امامنا هنا في هذه اللقطه، محاوله التوغل لكن مرنا من عمر مرموش لاعب شتوتجارت الالماني طول للخلف ستيف امبري، ولكن اول كوره من امبري بعد مرور كتير. اللاعب بيكيت اللي بقول لحضراتكم بيلعب في نادي الشعله في مدن الكره الثابته، ونشوف امامنا اللي بالقدم الشمال خطره جدا من جانب مرموش. الفاعليه مهمه، المهاره لها دور. المنتخب المصري يملك كمال مهم قوي، الدقه في التنفيذ، التمرير مهم هنا في هذه اللقطه وفي هذه المحاوله. خاض لقاءين كاساسي في تصفيات الوقت بيلعب في طبعا الدوريات الاوروبيه. امامنا الشد والجذب والرقابه، الراجل بيمثل ما فيهاش اي بيساو الخطير ستيف امبري الى بيكيتي بريتو سيلفا، ولكن المره دي بفدائيه ايمن اشرف الى رات الامم الافريقيه بعد ما لعب 6 مباريات في كاس العرب وسجل في مرمى الجزائر من ركله جزاء. وايضا استلام حلو يا ولد، استلام حلو قوي. وادي مصطفى حط يا راجل حط القائم الشمال للمره الثانيه كره يعمل يسد على طول، لكن المره دي التغطيه الدفاعيه على طول من سوري ماني. ولكن شوف امامنا هنا محمد صلاح يلف كرة لكن على طول من اقرب نقطه مناسبات ادي استحواذ 66.8 33.2 وكل فريق لدى لعبه عدد المباريات. المنتخب المصري امامنا مع ذهب الى فيوتشر مع امكانيه عودته للزمالك في الموسم القادم. تدخل قوي امامنا هنا، تدخل قوي، 7 فوز 3 تعادل وخسرنا مرتين بايضا هدفين، وبيليه زميله كامبي امامنا بهدفين على طول. 2017 وسجل في الكوربو اوغندا في 2009. استلامه وصفى محمد يهرب المره دي يعكس كره عاليه محمد صلاح والثقه ومهمه. ادي عمر مرموش يا ولد حلو عمر حلو عنده الثقه، ادي مهمه. محمد صلاح يسدد ولكن الى خير. محمد صلاح بدا امامنا هو الكره الثالثه لمحمد صلاح يعلق كره حلوه قوي، ولكن يطلع الحارس جوناس مندش يبعد الكره الخطيره. ضغط مصري في مرمى انجولا، استلام حلو من مصطفى يسدد امامنا، مطلوب انه يسدد مصطفى محمد امامنا هنا اللي بيحاول وبيسعى عمر مرموش يدخل في العمق عمر لكن لجيفرسون، لكن ننتظر الكره العاليه يا مصطفى كره العاليه تكعبل في رجله ويجيبها مره ثانيه ويسدد. الراجل يلعب تمريره المره دي صلاح هي بالشمال، ولكن الراجل قافلها له سانجنتي امامنا اهو، قافلها له سانجنتي مع اللاعب كوندي عايز يمرر بالكعب لكن تكعبل في رجله لسه هي القصيره. عمر مرموش يلف الكره ترتد محمد صلاح على الكره يخطئها ماما بالدي ومحمد صلاح الكره. عمر كمال يعلق الكره العاليه، عمر كمال توقع يا مصطفى لكن على طول لم تتم كثيرا، لكن هي الادوار كده المكلف بيها. على طول ملعوبه على القائم الاول، ادي راسيه على طول كرات العاليه مزدوجه خلفيه لكن فاول خلص على طول ايمن اشرف لكن تدخل وفاول. عمرو السوليه يجرب حظه، عمرو يا ولد عمرو السوليه بالنسبه لغينيا بيساو الكره اللي بالعرض
حجازي توقع يا حجازي، توقع الكرات دي. ادي اللحظات، ادي امامنا احمد حجازي يعكس كوره لكن تطلع باسيفيك ناديها ويني مانا اللي بيقدم النهارده في مباراه اليوم. اقتحام من جانب محمد النني، تدخل انذارين في الشوط الاول. انذار كان ليه جنب اليمين عمر كمال بيلفها حلوه قوي، لكن مين اللي يقابل؟ منتخب غينيا بيساو. المنتخب المصري ان شاء الله يكون في الشوط الثاني اداء يعني الثلاثه المخرره. ادي امامنا الفاول الخطير، امامنا فاول خطير امامنا، هو دايما فالي كاندي. استلام تحرك المنتخب غينيا بيساو، لكن محمد عبد يفكر عايز يسدد، مصطفى تغير اتجاهها تفقد قوتها. العب جماعي معاك. عدى كمارا ايمن اشرف يلعب على جسم المنافس، لكن على طول هنا التدخل، ويبدو ان هناك فاول. المنتخب المصري عليه انه يتجنب هذه الامور ولا يصعب الامور على ساولة هذه الثقه في هذه اللحظات. الكره العاليه، لكن على طول المرات احمد سيد زيزو يلف كره عاليه سهله زيزو، سهله منه، عاملها جميله لعمر كمال. اظبط المره دي، شيل واظبط يا راجل، شالها. لكن الاطوال هنا، الاطوال مهمه جدا لدى سلية عمرو، استخلاص من عمرو، لكن القوه لدى اللاعب امري. في اداء بعض اللاعبين. ادي امامنا هنا التغطيه، ايمن اشرف كلام على طول امامنا في وسط الملعب. ادي موريتو كاساما خبات العاب. زيزو الزاويه ده، يا زيزو كره لكن الى خارج الملعب. احمد سيد زيزو امامنا، اللاعب بيتحجم من قدرات محمد صلاح اللي هو احد افضل ثلاثه. يلعب على طول كوره في اتجاه محمد صلاح. هي يا فرحه مصر عبر السوليه ومحمد صلاح بعد صيام 6 مباريات عن التسجيل يفتتح التسجيل ويعلن عن التقدم المصري في هذه اللحظات. امامنا هنا مو صلاح نجم مصر ونجم ليفربول وفخر مصر. 6 طبعا بخلاف الفوز على زيمبابوي والخساره اللي كانت امامنا. يا ساتر يا رب، يا ساتر امامنا هنا. والهدف اللي بيسجل عن طريق اللاعب ماما بالدي في وسط هذه الغفله، واللاعيبه المنتخب المصري بيحتاجوا امامنا قرار. امامنا هنا فاول مفيش جول. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الجرام وتخربي 150 جرام، عايزك تاكلي وتبحتري على قد ما تقدري. والله تنفع اغنيه يا جابر، ده انت بقدك فنان يا ولد. وكده فاضل على خطتي دقيقه واحده بس يا مبروك، وهنخش عليك بالدقيقه. انا رمان، انا جاب. ايه يا جابر؟ انا جاي لك فعل خير المره دي. بجد تطلع الخير؟ دلوقتي مبروك رابط بقرته في البرسيم بتاعه. مبروك، وقول له كده عم يا مبروك. ده رمانه غلبانه وما حسهاش حاجه. يقول له غور من هنا، انا لو اشوف وشك انت ولا رمانه عن طير رقبتك. مبروك. انت احسن لك يا رمانه، اسمع كلام اخوك الصغير وما تروحش هناك، ده راجل شراني وانا جيت عملت الواجب، فبلاش تروح هناك. الا رحت هناك هيسوي ذبحتك يا رمان. ذبحت مين انا؟ الله يخرب بيتك، هو خايف تعمل شر في ولا ايه؟ والله ما راح شايفه اخرته ايه المودي.